إبراهيم ميزو إبراهيم مواليد 2/2/2006، طفل يبلغ من العمر 17 عام. درس مراحله الدراسية في معهد التعليم البريطانية شرق النيل، الثانوية بمدرسة الإبداع شرق النيل، الصف الثالث يدرس الآن في مدرسة معارف التركية في كافوري. كان دائما يقول لي: يا أمي يا أمي إن شاء الله أدرس مع أحمد بإذن الله. ووعد أخوه أحمد في تركيا إنه إن شاء الله شهر 6 بعد ما يخلص الفترة بتاعة الامتحانات النهائية إنه ياخده معه ويمشي على أساس يتلقى تعليم الجامعي هنا. إبراهيم كان من ضمن الشباب الفجروا ثورة ديسمبر، حتى وهو سنه كان صغير جدا، سنة 2019 كان من الناس المشتركين في لجان المقاومة في شارع واحد. من هو صغير وهو قايد، شخصيته مستغلة، يعرف عن ماذا يطلب ومتى يطلب. هدفه واضح جدا كان بالنسبة لي، طريقه السياسي الشاق. هو زول حراري شديد صراحة، وزي ما قالت معلمته في سادس تقريبا، ربنا يطراها بألف خير، مديرة غديرة أستاذة هبة، قالت لي: أبوه ولدك ده ولد قيادي، شخصيته قوية جدا، يمكن ما يكون زي أحمد الكبير ذاته، ولما يتخذ قرار ما برجع منه. الصفة دي صفة أبوه. طلع في المسيرة يوم الحادثة، وكان معه مجموعة من الشباب في منطقته هو ذات حصل فيها الحادث، ما بتتعدى 7 أفراد، وأصيب بطلق ناري في صدره من مسافة قريبة جدا، والإصابة أدت إلى وفاته. وكنت أحاول بتكلم معاه: يا ولدي ده طريق صعب، ده طريق صعب ما بتقدر عليه. يقول لي: يا ماما لو نحن ما بنينا السودان اللي حيبني، نحن الوضع ما عاجبنا، نحن في السودان الأوضاع ما عجبانا. أقول له: يا إبراهيم صلي صلاتك وادعي ربك إنه ربنا يرفع البلد مننا، وبجت محاطين بالبلاء من جميع الجهات نحن والحمد لله رب العالمين. يقول لي: يا ماما أنا ما براي، أنا معي أخوان. دائما كان بيجيب علم السودان معه، وإبراهيم ما تكفن إلا بعلم السودان. والله ما أقول شهيد، علم السودان اللي تكفن بالليلة موجود في بيتنا. الشيء اللي بنطلبه من الدولة إنه دي فرصة للنيابة العامة وللقضاء إنهم يبرهنوا إنهم هم مؤسسة يمكن أن يعتمد عليها. دي جريمة كاملة الأركان، واضحة جدا، العالم كله بيشهد بها. ومشى إبراهيم معاهم من المدرسة لابس الزي المدرسي التركي، لابس الشنطة، لابس الجزمة بتاعت المدرسة، ومشى في الصفوف الأوائل سلمية سلمية. إبراهيم تلقى الرصاصة من ضابط. إبراهيم الدم سال منه تمام. حصل النزيف، والنزيف ما وقف وأدى الروح. طالب طلع للمدرسة بالزي المدرسي، يجيك مكفن. شخص عسكري بيضرب مواطن مسالم طفل عمره 17 عام من مسافة لا تزيد عن 3 متر. فدي جريمة مع صبغة الإصرار والترصد، تثبت أو تنفي. والله أنا عندي رسالة واحدة: الرصاصة ضربت ولدي ترجع بسلاح على الضرب، بس ما عندك أكتر من كده. الرصاصة رجعت لولدي ترجع لصاحب السلاح، وفي نفس الوقت تترصصوا. دي مطالبتي أنا بطالبين. حرق كبدتي، حرق قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قعد في مقعد بتاع حكم وعدالة ولا حكم ولا عدل. حسبي الله ونعم الوكيل. مصداقية النيابة العامة ومصداقية القضاء السوداني بنطالب به والقصاص العادل، بنطالب بأنه حقنا بالقانون قصاص عادل، وإنه القتل إبراهيم يقتل. عنده رأي، عنده رسالة دار يوصلها. كلنا عندنا آراء، نحن ديمقراطيين لا ديكتاتوريين. كل زول عنده رأيه، هو الليلة ده رأيه. الوضع ما عجبنا، استقرار ما في، أمن ما في، اقتصاد متدهور، بيطالبوا بحقوقهم وده حق من حقوقهم. إذا كان بيشوف الوالد بيطلع من الصباح بيجي المساء وما بغطي حق اليوم، بتجي الأم شغالة بتطلع من الصباح لحد حق المساء وما بغطي حق الشهر. دايرين نستغر، لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ. بطالب بحاجة واحدة بس، الرصاصة رجعت لي ولدي ترجع لصاحب السلاح، وفي المحل اللي اتضرب فيه ولدي زي ما حرق قلبي. الحمد لله رب العالمين.